إياك أن تتجاهل اسم الله ولا تضع له متابعة. الشهادة أحمد. يا زلمة، لك شو عم تتجاهل اسم الله؟ أنت شو عم تتجاهل اسم الله؟ ما تخاف الله؟ لك هذا اسم الله لازم تحط له متابعة وتحط له شير وتعمل له تعليق وتعمل له قلب. لك اسم الله تتجاهل، ما تخاف الله يا زلمة؟ مين قال لك هذا الحكي؟ لك ايش عم تتجاهل؟ اشتق ابو الشيخ، ايش عم تسوي؟ السلام عليكم. يعني بلوي جانا المصيبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش عم تسوي؟ ايش عم تقول له؟ لك يا زلمة طلعوا له الفيديو تبعي تجاهل اسم الله عز وجل إذا كنت رجلا. ايه لك يا زلمة قلب عنه؟ قلب. يا لطيف. بصير هيك؟ لازم يحط له متابعة ويحط له إعجاب ويحط له تعليق ويعمل له إعادة نشر ويشيره ل 1997 واحد. الله اكبر، مين قال لك الحكي هذا؟ لك يا زلمة حرام. قبل ما اقول لك الحكم الشرعي بهذا الامر، بدين المتابعين اللي عم يشاهدونا يشاركوا المقطع لانه من دل على خير فله متوجه. أنا هذا بدي يجنني. طيب انا معك. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا. هلا اسالك بالله، حب الله عز وجل وعباده الله عز وجل تكون في لايك، تكون في متابعه، تكون في مشاركه. حب الله عز وجل ان تكون تصلي في المساجد، ان تصلي الصلوات على وقتها، ان تخرج الزكاه، ان تصوم، الا تمنع حق الناس. يا لطيف، يعني ما بصير الأمر هذا؟ هلا هذا بصير ما بيطلع لك آية قرآنية، ما بيطلع لك موعظة، حديث، فيديو مثل نحن هلا الحمد لله رب العالمين عم ننصح الناس انك تشاركوا تحطوا له لايك ومتابعة. اما تجاهل اسم الله اذا كنت رجلا من الحكايات لا يجوز. ايوه بارك الله فيك يا ابو الشيخ. والله اعطيك دولار، انت دولار، الله يبارك فيك. يا اخوان هالشيء هذا كله كان عبارة عن مشهد تمثيلي، الله يبارك فيكم. يعني هلا انت طلع يعني في اغلب الناس ايش بيسووا؟ بيحطوا اسم الله عز وجل، واذا ما يعني انت رجل تجاهل هذا المقطع واتق الله وشو تتجاهل اسم مقطع حط متابعه، فهذا امر يا اخوان ما بيجوز، الله يبارك فيكم. وفي ناس حتى بيقول لك اقسمت بالله العظيم انك تحط متابعه على الحساب، وبيقول لك لا تنسى انك انت اقسمت، فهذا امر ما بيجوز، الله يبارك فيكم. شاركوا هذا المقطع على اوسع نطاق، فالدل على الخير كفاعله، ومن شان ما يوقع غيركم في الغلط هذا. بارك الله فيكم.